السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. بصوا كده يا حبايبي، احنا النهاردة خبزنا عيش شمسي في فرن بلدي. طبعا اكيد، لان العيش الشمسي ما بيحلاش الا في الفرن البلدي بتاعنا. وزي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، عملنا ورا ما خبزنا العيش عملنا طواجن سمك في الفرن. طبعا العيش البلدي يحلى بالطواجن بتاعتنا الجميلة دي. وبعد كده كنا جايبين بطاطا وغسلناها ونضفناها كويس ورحنا شويناها زي ما انتوا كده شايفين ده بالمنظر ده. يعني احنا عملنا مع العيش بطاطا ولزينا سمك حطيناه في الفرن. يلا بينا كده نسمي الله ونشوف عملنا ايه النهارده. ده يا حبايبي خميرة بتاعت العيش بتاعتنا. الخميرة دي بتتكون من ايه؟ حتة شوية دقيق وشوية مية ومعلقة سكر، وبخمرها بتقعد 3 ايام من بره. وكل يوم بحط لها معلقة دقيق وبعجنها تاني كل يوم لحد ال3 ايام وما تختمر. وبحطها في الفريزر وبلينها زي ما انتوا كده شايفين في شوية مية. وبعد كده بحطها في الحلة واحط عليها الدقيق واخمرها زي ما انتوا كده شايفين، واقلب بالمعلقه لحد ما العجينه بتاعتي تتعجن. هكمل بايديا زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. وهحط ربع معلقه خميره بيرة. مش هحط خميرة فورية لان الخميرة الفورية بتسيح العيش وما بيعجبنيش العيش بتاع الخميرة الفورية. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، بعد كده بعد ما اخلص الخميرة دي واعجنها بخليها طرية، لاني انا خلاص الساعة 2 دلوقتي، الساعة 2 بالليل، وتأخرت على ميعاد الخميرة. والساعة 8 الصبح طلعت بالخميرة، وادي هي خمرت معايا. وطلعت رحلت المجارس زي ما انتوا شايفين كده. ادي المجارس بتاعتي دي اللي انا بقطع عليها العيش وبحط فيها العيش، حطيت لها ردة. وادي العجانة بتاعتي اللي انا بعجن فيها العيش بتاعي، لان العجانة انا مش بقدر اعجن على ايديا عشان عندي انسداد في الشرايين. زي ما انتوا كده شايفين انا بحط العجانة بتاعتي. واول ما هبدأ هحط شوية ملح في العجانة، وحاطة مية بتغلي في الكتل، وحاطة طبق من الدقيق على قد الكمية بتاعت الدقيق بتاعتك، ونزلت بالمية المغلية على الدقيق. عملت العصيدة بتاعت العيش، وبعد ما قلبتها بالمعلقة خليت العجانة لفتها لي زي ما انتوا كده شايفين. هحط الخميرة بتاعتي البلدي اللي انا خمرتها من بالليل زي ما انتوا كده شايفين. ادي الخميرة يا حبايبي بتاعتي خمرت ما شاء الله عليها، وعبيت للحلة. هخرط كل اللي فيها، وبعد كده هجيب الدقيق. طبعا الدقيق انتي هتكوني نخلاه قبليها من بالليل. انا بنخله وبعبيه في الشكارة تاني زي ما انتوا كده شايفين. وبعد كده هشغل العجانة عليه لحد ما تعجنهولي. العجانة دي يا حبايبي مش هتاخد معاكي اكتر من ربع ساعة في عجنها. بس انتي في حاجة انتي بتعمليها، ان بقى اول ما بتيجي تخلص يعني تلف معاكي العجين، ايدك في العجانة تطلعي الدقيق اللي ماسك في العجانة من تحت، عشان العجين كله يبقى سوا واحد وبيبقى معجون عجنة كويسة. بعجنه كويس فيها يعني هي ما بتاخدش معايا اكتر من ربع ساعة، بس ما شاء الله عليها بتطلع لي العجين بتاعي عامل زي اللبان، لا مكلكع ولا فيه لا قميص ولا فيه اي حاجة، ولا العصيدة بتبقى موجودة، لا زي ما انتوا كده شايفين. ولو حسيت ان العجين بتاعي محتاج دقيق بحط برضو، بس انا بستنى. انتوا واعيين ايدي ازاي في العجانة على طول بطلع كل اللي ماسك في العجانة من تحت علشان العجين بتاعي يتعجن كويس. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي العجانة بتاعتي شغالة زي الفل. زي ما انتوا شايفين، اوعوا تقولوا لي ان العجين عندك عجانة ومش عارف ايه والكلام ده. العجانة دي جبتها او عملتها عمولة من مفيش. طبعا اكيد من مفيش. انتي كلنا بنصرف وبنجيب. انا عملت جمعية ب300 جنيه في الشهر،
وجبت بيها العجانة دي قطع معايا ب3400. سوري. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، ادي كده ايه العجين بتاعي، انا شغالة فيه العجانة وقرب يخلص بإذن الله. بصوا، هتخلي لي العجين بتاعي عامل زي اللبان، وانا كده في شبه قربت اخلص، وانا ما فصلتش معاكم الفيديو ابدا زي ما انتوا كده شايفين. معلش للمنظر ده، بس طبعا عشان ايدي في العجانة، فاكيد طبعا ايدي راح تاخد من الدقيق. زي ما انتوا كده شايفين العجانة بتاعتي شغالة زي الفل، زي ما انتوا كده شايفين، وجميلة جدا ومريحة. انا كده خلاص العجين بتاعي قرب يخلص. انا العجانة دي مش مشترياها جاهزة، لا انا عاملاها عمولة عند الراجل. رحت في واحد بيصنع عجانات زي كده جنبينا مثلا او بعدنا بشارع، فكلمته عليها وعملها لي عمولة. العجانة دي بتاخد 30 كيلو زي ما انتوا كده شايفين. انا قلت اعملها يعني كبيرة بالمرة. بصوا العيش بتاعي خلاص كده زي ما انتوا كده شايفين. خلاص كده انا العجين بتاعي خلاص وطفيت العجانة. انا طبعا سميت وشهدت على العيش بتاعي، على العجين بتاعي. لازم تسمي وتشاهدي على العجين بتاعك زي ما انتوا كده شايفين. يلا كده انا طلعت العجانة خلاص من الجهاز نفسه، وطلعت العيش بره في السطح. العجين بتاعي بره، وزي ما انتوا كده شايفين هوريكم انا وبقطع العيش عامل ازاي وشكله ازاي العيش بتاعنا، عشان ما تقولوش ايه ان انتي ما بتوريناش العيش بتاعك عامل ازاي. بصوا، وانا بقطعه كبير مش بقطع عيش صغير. بصوا ادي العيش الشمسي بتاعنا يا حبايبي، زي ما انتوا كده شايفين. ده عيش الفلاحين، العيش الشمسي ادي اهو. طبعا انا مش قادرة اوريكم السطح لاني انا عندي طبعا طير زي اي بيت صعيدي، طبعا اكيد بيبقى عنده طيور وعنده مربي طيور، وانا من النوع اللي بحب الطيور. طبعا في برسيم وفي يعني الزبلة بتاعت الطيور دي زي ما انتوا كده شايفين. والرغم ان انا كنسة لسه السطح اول امبارح، برضو طلعت لقيته في اتساخات وتوسخ. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، ادي العيش بتاعي جميل جدا، وما ما بنعرفش ناكل من غيره بصراحة. العيش اللي هو بتاع الطابونة ده ما بيبقاش قد كده، والدبان عامل عمايل. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا كده شايفين، انا كده بقطع العيش وعين ايدي شغالة ازاي. وانا كده خلصت تقطيع العيش، ودول اخر رغيفين. انا كان بنتي بتدب من عليا العيش، وانا قلت لها خلي لي رغيفين علشان اوريكم العيش بتاعنا بيتدب ازاي، وهوريكم العيش كله بتاعنا احنا لما دبناه. ده المنظر بتاع العيش بتاعنا. بصوا اهو زي ما بوريكم كده. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي، كده انا العيش بتاعي خلاص كده خلصت، قطعت العيش كله وهيخمر، واوريكم العيش بتاعنا عامل ازاي وجميل قد ايه. زي ما انتوا كده شايفين يا حبايب قلبي،
ويلا بينا كده يا حبايبي نشوف مع بعض احنا عملنا ايه في العيش بتاعنا. ادي العيش بتاعنا خمر كده يا حبايبي، وزي ما انتوا كده شايفين. آه هنروح نحمي مسافة ما نحمي يكون العيش خمر اكتر. وبعد كده هنجرح العيش بثلاث تجريحات كده بالابرة بتاعتنا. عندي دبوس ابرة على طول زي كده، ورحت جرحت العيش بيه. الناس عندنا في الارياف بيعملوه باربعة، اربع تجريحات. وفي اسوان بيلف العيش داير ما يدور بالابرة. بس بيختلف في اسوان ان ايه، ما بيقلبوش العيش زينا كذا قليبة، لكن لا احنا بنقلب كذا قليبة علشان العيش ما يبوظش مننا. وزي ما انتوا كده شايفين العيش بتاعنا اهو. وهنا انا كده بحمل الفرن وخلاص قربت تتحمي زي ما انتوا كده شايفين. هخلص حمية الفرن. بصوا انا هنا الفرن انا قاعدة جنبيها وبحمي عادي الفرن بتاعتي. بس عايزة اقول لكم فرن العيش البلدي دي بصراحة جميلة جدا. انا يعني بعشق حاجة اسمها عيش بلدي في الفرن البلدي. لكن الفرن الانبوبة اللي هي طلعت دي بصراحة انا ما بحبش عيشها نهائي. وانا يعني اتحمست ان انا اعمل الفرن دي علشان العيش البلدي ده في الفرن دي بالذات لا يعلى عليه. ومحدش يعرف ياكل العيش بتاعنا الشمسي ده الا اللي يكون فاهم يعني ايه فرن. تمام. زي ما انتوا كده شايفين انا خلاص حميت الفرن وفوتها بحتة قماشة ومية مسحتها يعني. وبرص العيش. وبعد كده طبعا عيش طري وسخن لازم يكون جنبيه طواجن سمك ملهاش حل. هو الطواجن السمك دي بيتاكل جنبيها دبداب، بس احنا عشان العيش سخن طبعا وطازة حبينا نعمل سمك وكده. انا قعدت جنب العيش وبنتي نزلت عملت الطواجن دي زي ما انتوا كده شايفين. بس عايزه اقول لكم ان شويه سمك طلعوا والله العظيم تحفه وجميل جدا. وبعد ما حطيت الطواجن انا غسله بطاطا وهحط برضو البطاطا جنب السمك. طبعا اكل صعيدي 100%، طبعا لا يعلى عليه. الاكل المصري بتاعنا الاكل ده جميل جدا. واكلة السمك مع العيش الطري دي تحفة ملهاش حل زي ما انتوا شايفين. طبعا حبايبنا السمك اديني انا طلعته، والعيش كمان خلص كمان طلع من الفرن خلاص استوى. وهدفنا الاساسي مش السمك، هدفنا الاساسي ان احنا نوريكم الفكرة بتاعة العيش ازاي. والفيديو بتاعنا عشان خاطر العيش بس، احنا عشان التجاليد والعادات بتاعتنا بنعمل الحاجات دي في البيت. حبيت ان انا اوريكم بعد السمك انا بعمل ايه. وكل خبزة هخبزها هوريكم انا من بعد ما بخلص العيش هوريكم انا بعمل ايه ورا العيش بتاعي في الفرن البلدي. هوريكم انا كل مرة انا بعمل ايه في الفرن البلدي زي ما انتوا كده شايفين يا حبايبي. وادي كده نهاية العيش بتاعنا. لو عجبكم اعملوا لي لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.